دلوقتي في كفر الزقازيق، واحد من أقدم وأعرق الأحياء الشعبية في محافظة الشرقية، ويلا بينا نتعرف على أهم معالم المنطقة. في بداية جولتنا هنبدأ من هنا، من مجمع الفردوس الطبي، واحد من أفضل المجمعات في الزقازيق والمجهز بأعلى مستوى من الرعاية. وكمان في حضانة أطفال ممتازة جوه مجمع الفردوس بتقدم رعاية وتعليم كويسين جدا للأطفال. السوق هنا في المنطقة بطول شارع رمضان كله، السوق فيه كل حاجة تقدروا تتخيلوها. أحلى فطار تبدأ بيه يومك، فول وطعمية من بتوع زمان، واللي ما يفطرش فول وطعمية فاتوا نص اليوم. بص بقى، هنا في المنطقة دي احنا ما عندناش كافتريات، احنا عندنا قهاوي، وكل الناس هنا اخواتك. المنطقة بتاعتنا أمان، تقدر تمشي فيها بالليل وانت مطمن. انت هنا في أمان. الشارع ده عمره ما كان فاضي، دايما منور بأهله. الليل ليه ناسه، وأكل الليل عندنا كبدة وكفتة مشهورة في المنطقة كلها، يعني هتنبسط معانا في إن شاء الله. منطقتنا فيها ملعبين كورة، ليه ما نخليش ولادنا يلعبوا بدل ما يقعدوا على القهوة؟ يمكن نلاقي فيهم محمد صلاح جديد. رغم إننا في حي شعبي، لكن في التكنولوجيا احنا سابقين بخطوه. 3 شركات كمبيوتر، العتال، تبارك، واحمد بدوي، بيخدموا الناس ويخلوا التكنولوجيا اقرب لكل بيت. المساجد في هذه المنطقة كثيرة جدا وكلها روحانية، ونشكر الله أنها دائما مليئة بالمصلين. احنا يمكن مش احسن مكان في الدنيا، بس دي منطقتنا اتربينا فيها وحبينا كل تفصيله فيها عشان فيها اصحابنا واخواتنا.